رفيق صيفي كنا قد تحدثنا معه قبل بداية المباراة. 30 سنة مرت على آخر فوز رسمي في مباراة رسمية لمنتخب الجزائر، كان في تصفية كأس أفريقيا 88، كان 87 25 مارس، كان رابح متجر قد أهدى الفوز. كابتن طارق أبدأ بك. الواقعية دائما تميز أداء المنتخب التونسي، حتى أحيانا حينما لا يكون في أتم جاهزيته يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه القمم. صحيح، الفريق التونسي في الشوط الثاني أنا أقول الهدف الأول جاء في الدقيقة 49، أعطى ثقة كبيرة للفريق التونسي وأثر تأثير كبير، كان أثره كبير على الفريق الجزائري، ما لقاش كيفاش يرجع في المباراة. الفريق الجزائري لقى صعوبات كبيرة. الفريق التونسي قدم شوط ثاني رائع. أولا في تسيير المباراة كان ذكاء كبير في تسيير المباراة، عرفوا كيفاش قتلوا المباراة، تحكموا في المباراة في وسط الميدان وبطبيعة الحال الهجوم. الدفاع تحسن في الشوط الثاني، والفريق الجزائري ما خلق الفرصة الأولى إلا في الدقيقة 82، ولهذا واضح اليوم الفريق التونسي في المباراة الأخيرة أضاع 7 فرص. اليوم هناك واقعية، سجل هدفين، هدف عن طريق المساكني وهدف من ضربة جزاء، استغل الهفوات الدفاعية. لكن أنا أقول اليوم في لاعب بصراحة اكتشفته اليوم أنا، هو أمين بن عمر. أمين بن عمر اليوم إضافة كبيرة للفريق في وسط الميدان، قدم مباراة كبيرة، انسجام كبير هو واللاعب الممتاز اليوم ساسي. المساكني كالعادة رجل المباراة، تحكم في رتم المباراة، قام شوط ثاني رائع اللاعب هذايا، شاهدناه التمريرات نتاعو الدقيقة، تحركاته. الفريق التونسي الفريق الجزائري لقى صعوبات كبيرة في الرجوع للمباراة، تأثيره كبير الهدف هذايا اللي سجله المدافع ضد مرماه. تحسن أداء عديد اللاعبين بعد الهدف هذا الفريق التونسي. لكن أنا نقول صحيح فنيا مش مباراة، لكن مباراة ذكية جدا من الفريق التونسي. شوفوا لهنا ساسي يرفع الكرة للمساكني، المساكني تواجده انضج. أنا نقول اللاعب هذا ينضج كثير، اللاعب هذا أصبح يسجل أهداف حتى مع الأخوية، أصبح هداف، يقوم بعمل كبير في وسط الميدان في التحضير. أفضل لما يلعب وراء المهاجم، ما تعطيش إمكانية باش يقوم بالأدوار الدفاعية ويسخر إمكانياته الكل الهجومية. الدفاع الشوط الثاني عبد النور وسيام بن يوسف، واليوم حتى اليوم اللاعب معلول كان ممتاز، لأن اليوم ما شاهدناش لا في الشوط الأول لا في الشوط الثاني محرز. لأن قوة اللاعبين التوانسة أن اللاعبين من الناحيه الفرديه لقوا صعوبات كبيره للفريق الجزائري، لان هناك رقابه، هناك قوه، هناك اندفاع بدني كبير، هناك محاصره، واعتقد ان الفريق الجزائري خرج من المباراه في الشوط الثاني. طبعا سنعود إلى جانب المهارات الفردية مقابل الجماعية في منتخب تونس. نتحول الآن إلى ردود الفعل في الشارعين التونسي والجزائري. نبدأ بتونس مع زياد السالمي، وبعد ذلك مع زميل حسين بوصالح في الجزائر. زياد بالطبع فرحة عارمة، وكأن الرضا الذي واكب أداء المنتخب التونسي في الشوط الثاني من السنغال اليوم أعطى للشارع التونسي فرصة الأمل في أن يشاهد المنتخب يفوز، وهذا ما تحقق. بالفعل زميلي خالد، تحية لك مجددا ولكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي بي ان سبورتس مباشرة هنا من تونس، أين تابع الجمهور التونسي ومثل ما تابعتم هذه أجواء التونسية والفرحة التي انتظرها كل الجماهير التونسية هنا، ليس في هذا المكان فقط بينما في كل المناطق التونسية من بنزرت إلى تطاوين. الجمهور سعيد جدا، ومثل ما تتابع صورة معبرة جدا بالرغم من خسارة أيضا المنتخب الجزائري، إلا هذه الصورة المعبرة جدا بين الشقيقين بين تونس والجزائر. أكيد سعيد جدا كل هذا الجمهور الذي واكب معي اللقاء اليوم. سأرصد لك بعض الانطباعات الجماهير التونسية وأيضا الجزائرية التي تابعت اللقاء. مرحبا بك مباشرة. فرحة انتظرها كل الجمهور التونسي اليوم. الجمهور التونسي فرحة معبرة، فرحة معبرة الجمهور التونسي. ايضا زميلي خالد، ايضا هناك العنصر النسائي، الصغار كبار هنا اليوم تابعوا اللقاء، يظل فرحه طالما انتظر الجمهور. فرحه كبيره يا ميرسي لسليتي الماركه البينالتي، ميرسي للجوار الكل، ميرسي البلبولي هو اللي منعنا من برشا بونتوات، لعبنا بالكدا في الماتش الاخر، دوماج اون با بيوتي. المره هذه يا ربي لك الحمد، الجوار الكل لعبوا بالكدا، ربحنا الحمد لله، فرحانين. زميلي خالد، الجمهور الجزائري وهذه صورة معبرة جدا هنا من تونس واكب اللقاء. طبعا انتهى اللقاء، تقعد هذه الصورة المعبرة بين الشقيقين تونس والجزائر. نعم اخ زياد، انا من الاول قلت لك هذا عرس كروي، واحنا اللي ربح قلت لك صح عليه،
وإحنا فرحانين وهنيئا للفريق التونسي، وإن شاء الله في فرصة أخرى الفريق الجزائري اللي ما زالوا اونكورس على كل حال، وإن شاء الله ربي يسهل هذا ما كان. يعطيك الصحة زميلي خالد، أتركك على هذه الأجواء التونسية هنا من تونس، وهذه الفرحة أكيد التي ينتظرها الجمهور التونسي، وهذه عينة أكيد مثل ما تتابع الأعلام التونسية كذلك الأعلام الجزائرية، وهذه صورة معبرة جدا هنا من تونس أكيد لك ولضيوفك الكرام وكل مشاهدي بي إن سبورتس. شكرا لك زميلي زياد. شكرا لك زياد السامي بتاع صورة معبرة. شاهدنا حتى الجزائريين يرقصون يرفعون الأعلام، وهذه قمة الروح الرياضية. تنتهي المباراة في 90 دقيقة وتبقى أواصر المودة والإخاء والمحبة بين الشعوب، على اعتبار أن في نهاية المطاف هي رياضة ومسابقة. هناك أيام ومواعيد رياضية قادمة. أتحول الآن إلى حسين بوصالح في الجزائر. حسين، خيبة الأمل ربما كبيرة جدا، لأن لا يوجد ربما في الجزائر أحد أكبر المتشائمين لم يكن يتوقع أن يكون الجزائر الآن بنقطة واحدة بالنظر إلى الزاد البشري، إلى المهارات، إلى اللاعبين الكبار رياض محرز وآخرين. بداية مساء الخير زميلي خالد. أكيد أنه خيبة أمل كبيرة هنا في الجزائر. ربما الشارع الجزائري كان يأمل أن يذهب المنتخب بعيدا في هذه الدورة، خصوصا بجيل مثل يملك نجوم مثل رياض محرز المتوج كأفضل لاعب في القارة السمراء، لكن مع هذا ربما هذا التعثر الثاني يجعل حظوظ المنتخب الجزائري ضئيلة جدا، أو إن لم نقل منعدمة للتأهل للدور المقبل، وتبقى نقطة سوداء، خصوصا أنه هذا الجيل على الأقل كان بإمكانه إهداء الجزائر تتويجا ثاني بعد آخر لقب ووحيد توجت به الجزائر عام 1990. دعني أنقل ردود فعل الأنصار التي تابعت اللقاء. ربما بعض الأنصار لم تستطع متابعة اللقاء طيلة الشوطين. بداية كيف تابعت هذا اللقاء؟ الجزائر تتعثر أمام تونس، هل كنت تنتظرين هذه النتيجة اليوم؟ مساء الخير زميلي حسين، مساء الخير كل المشاهدين الكرام. طبعا هي خيبة أمل كبيرة أصابت عشاق كرة القدم الجزائرية، ولا أحد كان ينتظر هذا الأداء الشاحب الذي ظهر به المنتخب الوطني. الشوط الأول كان ربما أفضل من الشوط الثاني، حيث سجل المنتخب الوطني عدة فرص لم تكن فعالة، فرص تهديفية لم تكن فعالة، وذلك بعد تألق الحارس التونسي أيمن. الشوط الثاني كان المنتخب الوطني يعني غائب تماما، خاصة بعد تسجيل الهدف الأول بأخطاء دفاعية من قبل المنتخب الجزائري. أقول أيضا هل انتظرت هذه النتيجة اليوم، خصوصا أمام المستوى المتواضع المنتخب الجزائري أمام زيمبابوي؟ هل كنت تنتظر في هذا الدربي أن يخسر المنتخب الجزائري بثنائية؟ أولا مبروك للمنتخب التونسي، لم نكن ننتظر هذه الخسارة. يمكن أن نقول بأن المنتخب التونسي سرق منا هذا الفوز، يعني تحسن أداؤنا ولكننا فوجئنا بخيبة الخسارة. نعم، كما قال فوجئت الجماهير الجزائرية بخيبة أمل. لعل كنا نتأمل أن تكون هذه النتيجة نتيجة إيجابية للجزائر، لكن مع هذا وبكل روح رياضية نقول مبروك لأشقائنا التونسيين، وفرصة للمنتخب الجزائري في المباريات المقبلة، ولو قلنا أنه حظوظ التأهل للدور المقبل ضئيلة جدا. إليك الخط زميلي خالد. شكرا زميلي حسين بوصالح، كنت معنا مباشرة من الجزائر نبض الشارع بعد الخسارة الأولى في هذه الدورة 31. أيضا الشكر موصول لزياد سالمي كان معنا من تونس العاصمة. بالطبع انتهت المباراة فوز المنتخب التونسي بهدفين مقابل هدف واحد. كان الكابتن طارق دياب يتحدث عن اكتشاف اللاعب أمين بن عمر، سنستمع إليه وسنستمع أيضا إلى أيمن عبد النور، وكان قد أجري هذا اللقاء مع زميل نافع بن عاشور مباشرة بعد نهاية هذه المباراة. نشاهد. إلى جانب السعداء اليوم في الديربي المغاربي محمد أمين بن عمر وكذلك أيمن عبد النور. سأبدأ بأيمن عبد النور. أيمن، كان لابد من ردة فعل، الجمهور التونسي انتظر منكم ردة فعل، كنت قريب من المعسكر التونسي في بونغوفيل، تحدثنا البارحة، كانت هناك رغبة وإصرار يعني ردة فعل وإعادة اعتبار لهذا المنتخب من خلال هذا العطاء اليوم وهذه المباراة. والله صحيح نافع، كما شفت الماتش الاول كونتر امام السنغال كانت مباراه صعبه، لكن كنا تمكنا في جل دقائق، كنا لعبنا كوره، كنا حاولنا باش نماركيو 4 ولا 5 أهداف، لكن الله غالب ما سجلناش.
كنا اون كري معناها بوكو دوكازيون لكن الله غالب. ان شاء الله ان شاء الله المانع خير كما نقولوا. اليوم ماتش اخر، اليوم مباراه اخرى كونتر ايكيب معناها ديربي امام الفريق الجزائري اللي هما عملوا معناها ميتون الاول معناها مش خايب، لكن احنا كنا بالمرصاد. الحمد لله يا ربي 3 نقاط هذوما هامين جدا في كامل المشوار. ان شاء الله نكملوا مباراه اخرى امام موزمبيق وناخذوا 3 نقاط نتاعنا ونترشح. زيمبابوي وليست موزمبيق. ولا زيمبابوي كيف. مبروك.